ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحه. النهارده جايبه لكم طريقه عمل حمص الشام او الحلبسه بالمصري. احنا بنجيب حمص الشام ربع كيلو او نص كيلو على حسب ما انتوا عايزين. بننقعه قبلها بليله في ميه، وبعد كده تاني يوم بنسلقه. طبعا بنسيب الغطا بيبقى مكشوف، ما بنغطيهوش وهو بينسلق علشان احنا عايزين الحاجات اللي جوه دي تطلع. بعد كده بنجيب بصلتين نقطعهم 4، بنجيب 5 أو 6 طماطمات نقطعهم، بنجيب قرن شطة أو نص لو كان حراق، بنجيب 7 أو 8 فصوص من الثوم. تمام. وبنجيب كوباية مية وبنضرب الخليط كله في الخلاط. عشان ايه؟ نضربه كله في الخلاط. بعد ما بنسلق الحمص بيبقى فيه على وشه ريم كده، احنا لازم نشيله. احنا شلنا جزء وفيه بقية اهو، بشيله بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بضيف بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط على الحمص. تمام. احنا بنجيب الخليط بنحطه بقى على الحمص ونقلبه في قلبيه. وبعد كده هحط التوابل عبارة عن ملح وفلفل وشطة، بابريكا. وطبعا احنا نسيت اقول لكم ان في 4 أو 3 ليمونات احنا بنعصرهم كده وبنضيفهم على الخليط. ده اساسي، الليمون ده اساسي. وبعد كده بنحط احنا التوابل، وفيه مرقة دجاج لازم نحطها برضو، بس هي ما جاتش في الفيديو، بس انا حطيتها بعدها. وسبت الخليط بقى مع نفسه كده يعني عشان يطيب. هنسيبه، هو مش هياخد طياب كتير قوي لانه هو اصلا الحمص مسلوق، فهو مش هياخد طياب كتير معانا. بس هنسيبه مع الخليط كده علشان ايه؟ ياخد ويدي مع بعضه وايه ويطيب. احنا كده بنضيف الملح اهوت. هو كده خلاص الخليط طاب اهو معانا. هناخد جزء من الشوربة بتاعته هنضيفها على الشطة، وجزء تاني في البولة هنضيفهم على الكمون. وطالع جميل جدا واحسن من الجاهز. ممكن كل واحدة تعمله في البيت لأولادها. أنا عندي ولادي بيحبوه جدا، ومغذي وجميل في الشتاء وبيدي طاقة وبيدفي. شوربة الحمص وشوربة العدس أساسي في رمضان، لا رمضان ايه أساسي في الشتاء. هما أساسي في الشتاء لأنهم بيدفوا بصراحة. أنا بغرف همت في البولات علشان الولاد مستنيني أخلص عشان يدوقوه، بيحبوه جدا. بألف هنا، وياريت الكل يجربه. أرجو الاشتراك في القناة بقى وتفعيل زر الجرس كده، وفرحوني كده بكومنت حلو ولايك كده عشان القناة تشتغل معانا. وكده أنا صورت لكم بعد ما غرفت اهوت. طالع جميل جدا. واشوفكم على خير في فيديو آخر. متنسوش اللايك. مع السلامة.